ساعات قليلة الميديا كلها مشتعلة وما عندهمش غير خبر واحد منتشر وهو منة شلبي والفيلم الجديد او الجزء التاني من فيلمهم الجديد. الجزء التاني ده انا كنت شفت له ناس كتير بتروج له من اليوتيوبر او من البلوجر على وسائل التواصل، وبيقولوا اخيرا الفيلم التاني وصل، الجزء التاني وصل، اخيرا الفيلم نزل، اخيرا الجزء التاني نزل. فانا ما كنتش اعرف ايه اصلا الجزء الاولاني، ولا اعرف ايه الجزء التاني، ولا اعرف ايه المسلسل اللي هما بيتكلموا عنه، ولا ايه الفيلم اللي هما بيتكلموا عنه اساسا. لقيت بقى لقطات منتشرة من الفيلم التاني اللي هي منة شلبي كانت بتفتتحه من يومين اتنين بالظبط، وكان برضو على السجادة الحمراء كانت عملت اشعال للميديا من جديد ان هي صفعت صديق ليها بالقلم واثناء التصوير. يعني وهي واقفة على السجادة الحمراء بتهزر مع صديق ليها، خبطته بالقلم على جسمه، القلم عمل صوت عالي، هزروا مع بعض، بدأوا يتطاولوا بالايد، والموضوع اصبح بالنسبة لهم عادي. احنا بالنسبة لنا ما اتكلمناش وما همناش الموضوع او ما علقناش على الموضوع، لان منة شلبي هنستنى منها ايه؟ كل افلامها وكل تاريخها وكل رصيدها من الذكريات عند المتابعين بتوعها او عند الجمهور بتاعها معروف منة شلبي بتقدم ايه او بتطلع بايه من زمان جدا من افلامها من ساعة ما ابتدت على التمثيل. طيب الجديد بقى ان الفيلم اللي الكل كان عامل عليه ضجة واخيرا جه اخيرا جه، لقينا فيه لقطات احنا مش فاهمين ايه الفكرة. الفكرة ان الفيلم ده متصنف ضمن تصنيف هدف للمجتمع. ايه الهدف؟ من ان انا اكون بكلم حد صديق ليا، يا ريته مثلا جوزك اخوكي، ونقول خطأ ان الكاميرا اتفتحت منك، او بتتكلموا كول وكاميرا مفتوحة اخوكي او جوزك، الموضوع بيبقى ماشي، هنبقى ماشيينه تمام، مع ان الحاجات ديت على كاميرات وان انتوا تبقى فاتحين كل بعض، الحاجات دي بتتصور. انت فاكر ان انت لما بتكون بتكلم حد كول او صوت او اي حاجة ان انت بتبعت له الحاجات دي لمجرد ان هو يبقى سامعك او شايفك في ساعتها؟ ده مش معناه ان في حد في النص، لا في حد في النص. مش معنى ان الرسالة توصل للطرف اللي قدامك في ساعتها ده مش معناه ان انتوا الاتنين بتشوفوا الحاجة بس. في ناس في النص قاعدة بتتابع اللي بيروح واللي بيجي من الرسائل والفيديوهات الكول والصور والرسائل اللي بتروح ما بينك وما بين الطرف التاني اللي انت بتكلمه. قبل ما نكمل كلامنا، امان عليك صلى على النبي ولايك الامر. اللي حصل ان المشهد اللي انتشر ان هي كانت بتكلم صديق ليها، ودخلت غرفة الملابس ان هي بتشتري هدوم، ونست ان الكاميرا مفتوحة، هي قالت له خلاص انا هغير، قلبت الكاميرا، نست ان المفتوح الكاميرا الخلفية، وكانت بتغير. طب منين الكاميرا الخلفية وهي كانت بتكلمه بالكاميرا الامامية، وكانوا فاتحين الاتنين وعمالين يتكلموا؟ وبعد كده قالت له تمام هغير، وقام راحت قلبة الكاميرا. امتى الكاميرا الخلفية اتفتحت؟ اولا. ثانيا لما رجعت الكاميرا الاماميه برضو امتى اتفتحت؟ كل ده اتاخد كده، هو جاب لك بقى ان هي بتكلمه صوت من قدام كاميرا، وبعد كده قلبت التليفون وبدات ان هي تخلع ملابسها وتلبس الهدوم الجديده. فقال لها انت سامعاني؟ على فكره انا عندي كاميرا خلفيه، مش اللي هو الحقي بسرعه الكاميرا الخلفيه مفتوحه، لا، اللي هم عايزين يوصلوا لك ان حاجه عاديه، اللي هو عادي، ولا هو اتخضت ولا اي حاجه، وهي كل اللي قالته له بامسح الفيديوهات. ايه الهدف؟ ان انت تطلع رساله للمجتمع بشكل بشع زي ده. ايه الهدف؟ انا استفيد ايه من ان انا اكون بكلم حد، اكلم صديق ليا واوريه جوه غرفه الملابس انا هشتري ايه، وهو يقول لي اه ولا لا، هاتي ولا ما تجيبيش، والكاميرا ما بيننا مفتوحه؟ ايه الهدف من المقطع ده؟ المجتمع هيطلع جيل عامل ازاي لما الاجيال تتفرج على لقطة زي دي؟ بالذات ان الفيلم واخد ضجة كبيرة جدا اول ما بدأوا ان هم يعلنوا عنه وينزلوا البانر ان الفيلم الفلاني هينزل في تاريخ كذا او في توقيت كذا وهينزل في السينمات. ايه الفكرة من الفيلم البشع ده؟ طبعا اتمنى ان منة شلبي ان هي تتحاسب على حاجة زي دي، وتتحاسب على افلامها زي ما حاسبنا محمد رمضان على اللي عمله. احنا برضو هنتكلم عنه في فيديو تاني، لان في تحقيقات وحاجات اتسربت اثناء التحقيق مع محمد رمضان، وكان في كبش فدا لتصرفاته. طبعا عشان ما اخلطش المواضيع ببعضها هنتكلم عنه مرة تانية. احنا نتمنى ان بجد منة شلبي تتحاسب على كل الافلام اللي هي قدمتها وعلى الافلام اللي هي هتقدمها، والمفروض ان يكون في رقابة. المفروض يعني انا اعرف ان في رقابة بتراجع الفيديوهات وكل حاجة، او بتراجع الافلام واللقطات اللي بتطلع للمجتمع وبنفرجها على لاولادنا ولجيل بحاله، جيل بحاله مراهق وغيره بيتفرج على الافلام دي. اتمنى ان تكون الرقابة
الرقابة فعلا اسمها رقابة، ان هي بتعمل مراقبة للحاجات دي وبتنظفها عشان تطلع صورة حلوة للمجتمع، ما تكونش واخدة اسم رقابة على الفاضي. انا شايفة من الافلام اللي بتطلع لمنى شلبي فهي مجرد اسم رقابة وشكرا. طبعا هستنى اشوف ارائكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، في امان الله.